صباح الفل. سلامتها ام حسن، من العين ومن الحسد، وسلامتك يا حسد من الرمش اللي حسد. سلامتها ام حسن. جالها الدور اللي ماشي والدور ما نيمهاش، وزحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة ولا عادش رحمة، مولد وصاحبه غايب. اجي من هنا زحمة، اروح هنا زحمة، هنا او هنا زحمة، زحمة يا دنيا زحمة. ساعة الا تلت ومعاد معاه 8، ولا في السكاد رحت ولا لاقي سكة تانية. اه والله كنا بنحفظ الاغاني ديت بحكم الفطرة. كان احمد عدوية ولحن الكلام ده هاني شنودة وبليغ حمدي. امال ايه؟ وحلمي بكر ده شاعر حلاق من المحلة الكبرى، ميت عنده حوالي 60 سنة. وعمل تقريبا في السكة لمحمد فؤاد. أول ما طلع في السكة شفت 2 ماشيين مع بعضهم، ما تقولش رايحين فين، سيبهم مع بعضهم، ان سلموا سلموا، ما سلموا ما سلموا، كده يعني. ايه ده؟ سيبك بقى من كل المقدمة اللي انا قلت لك عليها ديت، وتعالى بقى شوف حلمي بكر عمل غنوة لمحمد رشدي، كلمات حسن أبو عثمان في فيلم الزوج العازب، فريد شوقي وجميلة الجميلات وأنثى لن تتكرر في تاريخ مصر، هند رستم. عرباوي يا أصحاب الشابة الحلوة السنيورة، أم التربيعة بترسم ضلاية على القورة، وضفاير غارت من القصة رقصت على رنة خلاخيل، وعيون يا صبايا ما تتوصى غية وبتطير زغاليل، بتبص بصة الله عليها، الشمس تخجل قدام عينيها، والقلب يسهى لما يراعيها. اشحالنا يا ابو قلب غاوي، نهار يصبح، اشحالنا يا ابو قلب غاوي. قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة، والله لا اعمل لك شارع وحارة، وابنلها عشة بالني الاخضر، وحبة حبة تصبح عمارة. لابدر الصحراء خضرة ومية، وازرع الحنة بايدها وايديا، اهدى يا قلبي صبرك عليا، والصبر هو المداوي. كان في خطأ شائع، أنا واحد من الناس صححت هذا الخطأ في إذاعة الأغاني، إن كانت الأغنية ديت بيقولوا عليها باسم شاعر تاني، ورحت عملت مشكلة. حسن أبو عثمان شاعر من وجهة نظري ما خدش حقه من التكريم، لأنه يستحق التكريم. شاعر قوي، هو طبعا مشكلته الكبيرة انه اقترن اسمه بالشعبيين وبالاغاني الشعبية وبالحاجات دي. تخيل بقى حسن ابو عثمان ده لو كان كتب لأم كلثوم، ولا كان كتب لعبد الحليم حافظ، ولا كان كتب لفريد الأطرش، ولا كتب لفايزة أحمد، ولا كتب لنجوم الصف الأول، الموضوع كان هيبقى مختلف تماما. لأن فعلا في شعراء، يعني في شاعر أنا بالنسبة لي هو إذاعي كبير وضخم، لكن هو لا ليه علاقة بالأغاني ولا بيعرف يكتب أغاني، ولو مسكت كل أغانيه وكل شغله هشرده. هذا الرجل أصبح مشهور شهرة جامدة جدا
بسبب انه كتب لميادة الحناوي وكتب لفايزة احمد في بدايتها. بتفرق معاك، بتفرق معاك النجم اللي انت بتكتب له. انا بحتفي بالناس العظيمة ديت والناس الجميلة ديت، وان حسن ابو عثمان يعتبر ايقونة من ايقونات الشعر الغنائي في تاريخ المحروسة. وانا سعيد ومبسوط ان انا بتكلم عنه، وسعيد ومبسوط ان انا بحيي ذكراه العطرة الجميلة، وان هذا الرجل هو حلاق. وكم في حياتنا من الحلاقين اللي عايزين يتحلق لهم شعراء، وخصوصا شعراء ولا حاجة بعد تمانينات القرن الماضي. صباح الفل، وإن شاء الله هفكركم بشاعر عظيم وبأغاني أعظم. صباح الفل.